قناتكم أسمي أوركانيك. في فيديو اليوم لدينا شيء مميز حقا لمشاركته معكم. سنتحدث اليوم عن كوب عجيب يحمل القدرة على علاج الزكام والإنفلونزا والسعال الحاد والمزمن، كل ذلك في أقل من ساعة، والأفضل بدون الحاجة إلى الأدوية. بالإضافة إلى ذلك يعزز مناعتك بشكل قوي. قبل أن نبدأ، تأكدوا من النقر على زر الاشتراك وجرس الإشعارات لكي لا تفوتوا نصائحنا حول الصحة والعافية. فهم الكوب العجيب. لنبدأ بفحص ما يجعل هذا الكوب بهذه الفعالية. إنه علاج طبيعي. ملعقة من الكركم. يمكنكم استعمال كركم الأكل هنزل بيها بالطريقه وماء مغلية جيد كده على معلقه الكركم. ركزوا معايا في الوصفه لان طريقه تحضير الوصفه عليها 90% من نجاح الوصفه معانا وان هي تجيب معانا نتيجه كويسه. الوصفه دي يفضل لو احنا حليناها بعسل نحله، طب مش متوفر عسل نحله وبنحضرها للطفل فاحنا هنحليها بالسكر العادي، تمام. لكن يمكن استعمال العسل من أجل التحلية. نحرك الخليط حتى يمتزج الخليط جيدا. نغطيه لمدة 10 دقائق حتى يصبح المحلول بارد، ونضيف له نصف ليمونة ليكون جاهز للاستعمال. يكون درجة حرارته أقل من 40، يعني بالظبط سيبوه من 7 ل 10 دقايق، ولو كان الجو بارد خالص سيبوه 5 دقايق، تمام كده. وبعد ما فات حوالي 7 دقايق بالظبط هرفع عنه الغطا بالشكل ده كده. وطبعا انا بغطيه ليه؟ علشان الزيوت المتطهره دي مهمه جدا جدا في ان هي بتعلي المناعه جدا، بتمنع نزلات البرد وكمان بتعالج الكحل. بعد كده محتاجه ليمونه، وزي ما انتم شايفين حجم الليمونه كبيره. لو انت عندك ليمون صغير فانت هتستخدمي 2 ليمونه، عندك ليمون كبير بالشكل ده فهتستخدمي ليمونه كامله. انا محتاجه عصير ليمونه كامله صحيحه كده، وببدأ ان انا اعصرها على الكوباية بتاعتي بالشكل ده. حاولوا ان انتوا تنزلوا كل سنلقي نظرة أقرب على كيفية عمل هذه العناصر بتناغم لتوفير الراحة. عمل سريع بدون أدوية. أحد أهم جوانب هذا العلاج المدهش هو سرعته في العمل. تخيلوا الشعور بالراحة من أعراض الزكام والإنفلونزا والسعال الحاد والمزمن في أقل من ساعة، والأفضل كل ذلك بدون الحاجة إلى الأدوية. سنناقش كيفية تحقيق هذا وعلم الأساس وراء ذلك. القسم 3: تعزيز المناعة بشكل طبيعي. بعد الفوائد الفورية، يلعب هذا الكوب العجيب دورا حاسما في تعزيز جهاز المناعة لديك. سنتناول الطرق التي يعزز بها هذا الكوب دفاعات جسمك، مما يساعدك في البقاء صحيا على المدى الطويل. مع اقترابنا من نهاية الفيديو اليوم، أشجعكم على تجربة هذا الكوب العجيب ومشاركة تجاربكم في التعليقات أدناه. تذكروا دائما استشارة محترف الرعاية الصحية قبل تجربة علاجات جديدة. إذا كنتم استفدتم من هذا الفيديو، لا تنسوا النقر فوق زر الإعجاب ومشاركته مع أصدقائكم والاشتراك للحصول على المزيد من محتوى الصحة والعافية.